عارفة ايه اللي بحبه؟ بحب أدخل محل بس عشان أشتري شوية حاجات وأسجل نفسي، وبعدين ألاقي حد بيعمل لي الإشارة دي. بحب ده جدا، ده تقريبا اللي شايفاه المفروض يكون عليه المجتمع. يلا كلنا نروح نتسوق وناخد تهديدات بالقتل من ستات لابسين تيشرتات مكتوب عليها عايزة أساعدك. دلوقتي ما تكونيش عنصرية. مستحيل كنتي هتتوقعي إن البنات دول شكلهم كده. يلا نشوف ليه الفيديو ده انتشر بشكل فظيع كده. ولما أقول بشكل فظيع أنا فعلا أقصدها. عشان انا بصور فيديو وانا في مكان عام وبشتري حاجات. لا، ما تصوريش فيديو، احنا مش هنعمل كده. ليه؟ انا مش فارق معايا انت مسموح لك تعملي ايه. لا 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 لا، ما تصوريش فيديو. ما تقوليش للامريكان يعملوا ايه. انا بصور فيديو. لا لا لا، احنا مش مسموح لنا ننشر علنا. انا مش بنشر، لا انا في امريكا. ممكن تدعميها. انا حرفيا بصور نفسي وانا ببص على الجينز وهي جايه عليا بسرعه. لا انت لازم ترجعي ورا، مش فارق معايا، ارجعي. طيب انتوا رأيكم ايه؟ لو دخلتوا محل وبتصوروا نفسكم وجي حد وقال ده مش مناسب خالص، أنا مش عايز أطلع في الفيديو، انتوا رأيكم ايه؟ هقول لكم أنا رأيي إنك تخرج من الفيديو، لأن لو كنت واقف في ناحية تانية محدش كان هيعرف إنك كنت هناك. ده رأيي البسيط اللي حبيت أضيفه. على فكرة، أهلا بكم في برنامج بوش باك. أنا ميرا كاي المقدمة. اتأكدوا إنكم تدعموا الفيديو ده واضغطوا على زر الاشتراك وانضموا لينا في حركتنا اللي بتواجه الناس المجانين اللي فاكرين إنهم يقدروا يعملوا أي حاجة من غير حساب. على أي حال، أنا حتى مش هتكلم عن إن التصرف ده جاي مع الحجاب، مش هذكره، مش هتكلم عنه، لأني أعتقد في المرحلة دي الموضوع واضح لينا كلنا. ممكن تاخد لعبة؟ لا، ايه الهبل ده؟ خلي بالك من كلامك. مسموح لك تلعني؟ خلي بالك من كلامك، يعني حرفيا. لا ممكن. طيب اعتقد كل موازات. مش فارق معايا. هي دي بام. انت ضد المسلمين. يا إلهي لا، مش كده. أنا مش ضد الشعب المسلم، أنا بدافع عن حريتي إني أصور فيديو وأعمل اللي أنا عايزاه في المحل من غير ما أضايقك ولا بعمل حاجة، بس فعلا بصور نفسي. أنت اللي بتيجي وتعملي المشاكل وبعدين تصرخي وتتهم الناس بالعنصرية، وده هو النظام، ده اللي بيعملوه. هما بيجوا ويسيطروا على أماكن مش من حقهم يسيطروا عليها، ولما تقولي إنك مش مرتاحة مع ده يقولولك أنت عنصرية، أنت عنصرية، أنت المشكلة. يا صحابي أنتوا المشكلة. دايما افتكروا كده، دايما افتكروا إنكم دايما هتفضلوا المشكلة. بس في أمريكا إحنا نقدر نصور في الأماكن العامة. مش فارق معايا. أيوة نصور في الأماكن العامة، التعدير الأول، وبعدين يعني ارجع للمكان اللي جيت منه. إحنا في أمريكا. استنى هقرب الكاميرا. هرفع الفيديو. أنا لايف دلوقتي. أنا فعلا لايف على فيسبوك. فعلا لايف، يعني مش محتاجة أنزل حاجة، بس أنت لازم تبطل تستفز الأمريكان. إيه اللي غلط فيكم يا جماعة؟ دلوقتي مش عارفة إذا الست دي دخلت في الموقف ده وكانت بتتكلم بتعالي عشان على طول قالت انتوا مش أمريكان؟ أوكي، هي واضح إنها دخلت ومش مبسوطة، ويمكن ورا الكواليس كانت بتستفزهم وكانت بتحاول تضرهم، مش ضرر جسد يعني، بس كانت بتحرضهم، زي مثلا امشوا من هنا. وكمان ليه كانت بتعمل لايف على فيسبوك وهي بتتسوق؟ دي كلها أسئلة لازم نسألها. وبصي، أنا مش شايفة إنها صح 100% في اللي عملته. خليكي هادية وكبري دماغك، قولي لها أوكي أنا عايزة أصور هنا، وكملي تصويرك يعني، ومين مهتم؟ كوني أنتي اللي تتراجعي. ده اللي أنا كنت هعمله، بس هي لسه عندها وجهة نظر. حتى لو جيتي لحد وانتي متضايقة منه وبتحاولي تستفزيه، فكرة أنه لده بسرعة يكون انتي عنصرية، مش بالظبط كده، مش هو ده بالظبط، أو يمكن هو ده فعلا، ده الأسلوب المعروف. هنشوف. هقف هنا بقى. يلا نشوف إذا والمارت هتاخد موقف ولا لأ. يلا نشوف إذا والمارت هتدافع عن معتقداتك الدينية. مش هقدر أسجل نفسي وأنا بتسوق دلوقتي. كنت بسجل نفسي وأنا ببص على العروض، وانتي جيتي فجأة وقلتي لي أعمل إيه؟ ده كان غريب جدا. ليه وقفتي هنا كده؟ انتي بتتدخلي كده وخلاص؟ أمريكية تانية صح؟ أيوة، هاتي الإدارة هنا. ده شيء سخيف جدا. ما تقلقيش، مش هاجي هنا تاني. يقدروا يطلبوا مني أمشي. عمري ما هاجي هنا تاني. بوعدك مش هاجي هنا تاني.
بيه أمريكا إيه اللي فيكم؟ أنا مش فارق معايا المسلمين. أنت بتتكلم عن إيه؟ يعني المفروض أهتم بيكي أكتر؟ مش المفروض إنكم بتشتغلوا؟ كانوا واقفين هناك حرفياً وبيهروا. بصراحة أنا حاسة إني متضايقة شوية على البنات دول عشان دلوقتي بقوا ترند جدا بسبب تصرفاتهم الغلط. وبصراحة الست دي كمان مش بتتصرف صح. يعني أنا مش مع اللي بيحصل ده، مش معاه خالص. عارفة أنت عارفة أنا بحس بإيه ناحية المهاجرين اللي بييجوا ويسيطروا. بس كمان أنا شايفة إن البنات الصغيرين ما ينفعش يتحطوا في المواقف دي، والكاميرات غالبا مش حاجة لطيفة، مش حاجة لطيفة خالص. بس في الآخر شوفي قد إيه بسرعة هيقولوا ده عشان إحنا مسلمين. طب ليه أصلا رحتوا ليها من الأول؟ أيوة، هما في الشغل وقاعدين يرهوا ويضايقوا الزباين، ويبدو إنها عايزة تدخل نفسها في الموضوع على طول. أيوة، يومك سعيد. لا، انت مش هتمشي. أنا هروح في أي مكان أنا عايزاه. أنت فاكر إنك هتقدر تمنعني أمشي؟ أنا مش بشتغل في وول مارت، أنت مجنون؟ انا بشتغل. أنا لا، أنا مش هحذفها. أنت مش هتقولي أعمل إيه؟ أنت مجنون؟ انتوا رأيكم إيه؟ لو حد صوركم في مكان عام وحاجة تقلقكم، يعني المفروض الشخص ده يكون لازم يمسح الفيديو؟ أظن لأ، مش لو في مكان عام، صح؟ يعني أظن ده قانوني وخلاص. بس لو الموضوع ليه علاقة بحساسية دينية، أو لو بحاول أتخيل لو أنا في موقف وحد صورني وأنا بعمل حاجة مش عايزاهم يصوروني فيها، أكيد هتضايق جدا. يعني بطل تصورني. بس مستغربة ليه هم قلقانين قوي من إنهم يتصوروا بالكاميرا؟ ما ينفعش تاخد فيديو للناس. أنا أقدر أصور فيديو في الأماكن العامة في أمريكا. الأحسن تسيبني في حالي. من فضلك ارجع لشغلك. لا، مش هتقدر تمنعني. بس أنا هعمل كده، أنا مسموح لي. طب ليه كنت بتصورني؟ أنت هتبقى عنيف؟ ابعد شوية. لا، دلوقتي أنا فعلا بصور ده عن قصد. على فكرة الموضوع ده مضحك قد إيه. اللي بيقولوا سعداء بالمساعدة ده فعلا تسلية خالصة واحنا بنتفرج. سعداء بالمساعدة. سعداء بالمساعدة يا جماعة. احنا هنا في والمارت بنسرق فلوسكم، وبرضه سعداء بالمساعدة. كنت بصور تخفيضات بالفيديو، بس دلوقتي أنا بصور ده عن قصد. أهو في واحدة تانية. أهلا، يمكن أنت هادية؟ كنت واقفة هنا عند رف التخفيضات، كنت بصور. الاتنين دول كانوا واقفين هنا بيتكلموا، بيختبوا وبيتكلموا كتير. هي شافت الكاميرا بتاعتي وجات لي وقالت لي أعمل إيه وما عملش إيه، وعملت مشكلة كبيرة. مش مسموح لي أصور عشان هي مسلمة. أنا بصور تفاعلاتي في الأماكن العامة. كنت بصور قسم التخفيضات وهي فضلت تحاول تقول لي أعمل إيه؟ من فضلكم شيلوها من عندي عشان أقدر أكمل تسوقي. أنا هروح دلوقتي على قسم تجميل، كنت بس عايزة أشوف رفوف التخفيضات. مش همسح أي حاجة، ارجعي لشغلك. من فضلك قولي لها احنا مش مسموح لنا نجيب عيلة. بصي إيه اللي اتفضلي، أنا بصور عشان أنتي مش بتبطلي تزعجيني. أيوة لازم تمشي. شكرا جزيلا يا مدام. مش همسح أي حاجة، امشي من هنا. أنا فعلا لايف دلوقتي، سيبيني في حالي. بصراحة أنا حاسة إني متعاطفة مع البنات دول شوية. يعني مش عارفة أقول إيه. فعلا حاسة بالحزن شوية. يعني لو في سبب إنهم خايفين يتصوروا بالكاميرا، مش عارفة، يمكن عشان هم مخالفين أو عشان عائلتهم مش بتسمح بكده. دلوقتي انتشروا بشكل واسع جدا على الإنترنت، بقوا ترند بشكل كبير جدا. طيب ده تذكير لكل الشباب الجميلين اللي بيسمعوني، لو في كاميرا خليكي هادية دايما. لو عملتي مشكلة افتكري درسك والد بلاد. لو الاتنين دول كانوا فضلوا يحضنوا بعض محدش كان هياخد باله، بس أول ما تعملي من الموضوع حاجة كبيرة الناس بتبدأ تلاحظ، وساعتها المحتوى ممكن ينتشر بسرعة. فلو في يوم اتصورتي وانتي بتعملي حاجة مش عاجباكي، بس ابعدي وخلاص، ما تعمليش منها دراما، وساعتها يمكن يبقى عندك حظ ووشك ما يتنشرش في كل حتة على الإنترنت. شكرا لاهتمامك بالموضوع ده.